مرحب بيكم في كريمنال بالعربي، البرنامج اللي بنكشف فيه أسرار وقضايا القتلة المتسلسلين. النهاردة هيكون في معانا جريمة بشعة جدا 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 عن جيفري دامر، القاتل المتسلسل اللي قتل فوق ال30 ضحية. النهاردة قصة مجرم من أشهر السفاحين في التاريخ. واحد ما كانش بس بيقتل الضحايا بتوعه، ده كان بيحتفظ بالجثث بتاعتهم وأحياناً كان بياكل الجثث دي. جيفري دامر المشهور والمعروف إن هو كان سفاح ميلوكي. قصة جيفري دامر مروعة وملهاش مثيل، وهناخدها بالتفصيل من الطفولة لحد نهاية الجرائم بتاعته والقبض عليه والمحاكمة ونهايته. مين هو جيفري دامر؟ جيفري دامر هو قاتل متسلسل من أمريكا، قتل 17 راجل وشاب من 1978 لحد 1991. الجرائم دي تمت على مدار أكتر من 13 سنة. الضحايا اللي كان بيستهدفهم جيفري كان معظمهم من السود. جيفري كان بيستهدف الضحايا بتوعه من المولات والبارات ومحطات الأتوبيس، كان بيغريهم بالفلوس أو بعلاقات جنسية، وبعد كده بيخدرهم ويخنقهم وبعدين بيقتلهم. في بعض الحالات بعد ما بيقتلهم كان بيمارس الجنس مع الجثث بتاعتهم وبعدين ممكن يقطعهم. بعض الأحيان كان برضه بيحتفظ بأجزاء من الجثث كتذكار. كمان كان بيصور الضحايا دي في مراحل مختلفة من ارتكابه للجريمة عشان يكون فاكر التفاصيل دي ويعيشها مرة تانية. جيفري اتقبض عليه سنة 1991 واتحكم عليه ب 16 مؤبد. في 1994 جيفري دامر اتقتل على إيد سجين تاني أثناء ما كان موجود في السجن. اسم السجين ده كريستوفر سكالفر. طيب مين هو جيفري دامر؟ هو اتولد في 1 مايو 1960. تاريخ وفاته كان 28 نوفمبر 1994. مكان الميلاد بتاعه كان في مدينة ميلوكي، ولاية ويسكنسن. طول جيفري كان 183 سنتي. طفولة جيفري، هو كان أبوه ليونيل ومامته كان اسمها جويس. كان طفل نشيط وسعيد جدا لحد ما كان عنده عملية في سن ال4 سنوات، ومن وقتها شخصيته اتغيرت جدا وبقى منطوي وساكت، خصوصا بعد ما أخوه اتولد وبدأت العيلة تتنقل كتير. لما كبر شوية انتقلوا وبقوا عايشين في ولاية أوهايو. جيفري من صغره كان بيحب يجمع عظم الحيوانات ويدرس العظام دي. كان بيحفظ جماجم الحيوانات الصغيرة جوه برطمانات ومعاها مواد حافظة، وده كان حسب الكتاب اللي ألفه براين ماسترز بعنوان معبد دامر. في سن ال14 سنة ابتدت تظهر على دامر ميول غريبة جدا ناحية الجثث والقتل، ومع المشاكل اللي حصلت بين أمه وأبوه ومشاكل الانفصال ما بينهم، الأفكار بتاعت جيفري ابتدت تتحول لأفعال حقيقية. ومن المعروف إن جيفري ابتدى يشرب الخمرة من سن 14 سنة، ولما قتل أول ضحية ليه لما كان عنده 18 سنة كان الإدمان بتاعه خارج عن السيطرة. هو دخل جامعة أوهايو ولكن سابها بعد أول ترم. أبوه أصر إن هو يدخل الجيش وفعلا دخل الجيش سنة 1978، وبعد كده انتقل إن هو يعيش في ألمانيا، ولكن مشكلته مع الشرب فضلت موجودة. السلطات الألمانية حققت مع جيفري بخصوص جرائم قتل حصلت في ألمانيا، ولكن مفيش أي حاجة أثبتت إن هو الفاعل. وبعد كده رجع لأوهايو وتم القبض عليه بتهمة سلوك غير منضبط. بعد كده أبوه بعته يعيش مع جدته في ويسكنسن، لكن ما بطلش شرب، وبعد كده اتقبض عليه في 1982 بتهمة التعري في مكان عام. سنة 1986 تم القبض مرة تانية على جيفري بسبب إن هو أساء التصرف وعمل تصرفات أو إيحاءات جنسية قدام ولدين. أول 4 ضحايا لجيفري دامر هنتكلم عن أول ضحية هو ستيفن هيكس، شاب عنده 18 سنة. جيفري أخده على بيت أهله وسكره، ولما الولد حب يمشي جيفري ضربه على دماغه بالبار الحديد وخنقه لحد ما مات. جيفري قطع الجثة ودفنها في الجنينة، وبعد فترة طلع العظام مرة تانية وفتتها ونشرها في الغابة. الضحية التانية كانت 1987 لما كان نايم مع ستيفن تومي في هوتيل، وصبح الصبح لقاه ميت وهو لحد دلوقتي مش فاكر هو قتله ازاي. جيفري نقل الجثة في شنطة كبيرة جدا لبيت جدته وقطع الجثة دي ومارس الجنس معاها قبل ما يقطعها ويرميها كبواقي. جيفري قال إن هو بعد الحادثة دي الهوس بتاعه بقى كبير جداً ومش قادر يوقفه. من المؤكد برضه إن هو قتل ضحيتين كمان في بيت جدته لحد ما طردته من البيت سنة 1988 من غير ما كانت تبقى عارفة هو بيعمل إيه، ولكن هي كانت حاسة بشيء غريب جداً في البيت مع روائح كريهة موجودة جوه البيت. في سبتمبر 1989 جيفري استدرج ولد عنده 13 سنة وقال إن هو عايز يصوره وهو عريان.
اتقبض على جيفري في الحادثة دي وتم ليه توجيه التهم بالاستغلال الجنسي والتحرش، وقال في المحكمة إن الولد كان باين عليه إن هو أكبر من سنه. قبل ما يتحكم على جيفري كان ارتكب جريمة تانية وقتل الموديل الشاب أنتوني سيرز، قطع راسه واحتفظ بيها وحنط أعضائه التناسلية. في المحكمة جيفري كان بيقول إن هو ندمان وعايز يتعالج. القاضي تعاطف معاه ووافق على علاجه وحكم عليه بسنة سجن إن هو يشتغل الصباح ويرجع تاني للسجن فترة الليل، بالإضافة ل5 سنين تحت المراقبة. بس خرج من السجن بعد 10 شهور، رجع تاني يعيش مع جدته وبعد كده اتنقل إن هو يعيش لوحده. في السنتين اللي بعد خروج جيفري من السجن قتل 12 شخص مرة تانية. أول ضحية كانت رايمون سميث، هو راجل بيشتغل في الدعارة، سقاه مخدر وقتله وصوره في أوضاع جنسية قبل ما يقطعه. الضحية اللي بعد كده كانت إدوارد سميث، وكان بيحاول يحتفظ بجثته ولكن دمر الجثة كلها لما كان بيحاول يجفف الجمجمة بتاعته في الفرن وانفجرت. جيفري ابتدى يكون ليه طقوس في التخلص من الجثث بتاعته بإضافة المواد الكيميائية، ووصل به الحال إنه ياكل لحوم بعض ضحاياه. وصل به الحال إنه يعمل عمليات جراحية غريبة زي ما حصل مع إيرول ليندسي، كان بيحاول يخليه شكل زومبي، كان بيحاول يحقن حمض في دماغه وهو حي. بس الراجل مرة واحدة فاق وقال أنا حاسس بصداع غريب جدا، وسأل جيفري الساعة كام. هنا جيفري توتر وخاف منه وخنقه. في يوم 27 مايو 1991 ساندرا سميث جارة جيفري اتصلت بالشرطة وبلغت عن ولد آسيوي بيجري عريان في الشارع. لما البوليس وصل الولد كان تايه جدا ومش مركز، فهنا صدقوا كلام جيفري اللي كان راجل أبيض عايش في حي كله من السود، لما قال لهم إن الولد ده يبقى البوي فريند بتاعه أو حبيبه وهو عنده 19 سنة، ولكن في الحقيقة الولد كان عنده 14 سنة. وكمان من غير جيفري ما يعرف، الولد ده بالتحديد كان أخو البنت اللي كانت في القضية بتاعة التحرش بتاعة جيفري من 3 سنين. البوليس رجع الولد وجيفري مرة تانية للبيت، لأن من الواضح إن الشرطة ما كانتش عايزة تتدخل في خناقة ما بين 2 شواذ، ولكن هم بصوا نظرة سريعة جدا على الشقة ومشيوا بدون أي كلام. حسب كلام جيفري الضابط ما دخلش جوه الأوضة، هو بس في الأوضة ومشي وما فتش كويس، وبعدين قال لجيفري خلي بالك منه ومشي. أول لما البوليس مشي جيفري حقن دماغ الولد بحمض الهيدروكلوريك، وده خلى الولد يتوفى على طول. لو كان البوليس فتش تفتيش بسيط جدا كان هيلاقي جثة توني هيوز اللي كانت ضحية رقم 12. جيفري بعدها قتل 4 أشخاص قبل ما يتقبض عليه للمرة الأخيرة. من ضمن آخر الضحايا بتوعه كان أوليفر ليسي، كان عنده 24 سنة. جيفري مارس معاه الجنس بعد ما قتله وقطع الجثة بتاعته، احتفظ براسه وقلبه في التلاجة وساب العظم بتاعه في الفريزر. سلسلة جرائم جيفري انتهت لما اتقبض عليه 22 يونيو 1991. الصور البلورايد اللي لقوها والأعضاء البشرية اللي موجودة عنده بقت مرتبطة بكل القضايا اللي هو متهم فيها. اللي وصل البوليس لجيفري كان لما تقابله مع واحد اسمه تريسي إدوارد، راجل أسود عنده 32 سنة، كان ماشي في الشارع وخايف جدا وإيده كان فيها كلبشات. ولما حكى لهم إن في واحد غريب اختطفوا وخدروا وأيدوا، ابتدوا يحققوا في اللي حصل. راحوا معاه لحد شقة جيفري، وجيفري استقبلهم استقبال هادي جدا وقال لهم أنا هروح أجيب المفاتيح للكلبشات بتاعته. إدوارد قال لهم إن السكينة اللي جيفري هدده بيها موجودة في الأوضة. واحد من الضباط راح يتأكد من الغرفة، ولكن أول لما دخل للغرفة لقى صور البلورايد عليها صور الضحايا والأجزاء منهم وصور وجثث متقطعة. في اللحظة دي بالتحديد تم القبض على جيفري دامر. حسب الكتاب اللي ألفه ماسترز، جيفري رد عليهم وقال لهم بسبب اللي أنا عملته أنا المفروض دلوقتي أكون ميت. بعد كده لما فتشوا الشقة لقوا راس بني آدم موجودة في التلاجة وفي 3 رؤوس بشرية تانية موجودة في الفريزر. ولسه الكارثة ما خلصتش، هم لقوا جماجم محفوظة وبرطمانات موجود فيها أعضاء تناسلية، وألبوم صور مرعب موجود فيه صور لمراحل مختلفة للضحايا أثناء القتل بتاعهم. جيفري اعترف بعد كده إن هو كان ناوي يبني مذبح خاص بيه معمول من جماجم الضحايا بتاعته، يتزين بأعواد بخور وكشافات مضيئة صغيرة. وكان بيقول إن أنا عايز المكان ده أحس فيه إن أنا مرتاح وأحس إن أنا في بيتي. ده كان زي ما قال ماسترز في الكتاب بتاعه. محاكمة جيفري ابتدت في يناير 1992، ولأن أغلب الضحايا بتوعه كانت من السود كان في توتر عنصري كبير جدا وقتها، فأخدوا احتياطات أمنية مشددة جدا جدا زي حاجز من الزجاج المقاوم للرصاص مرتفع جدا، وده كان عشان يفصل جيفري عن الناس اللي حضرت الجلسات بتاع المحاكمة بتاعته.
كمان وجود شخص واحد بس من السود في هيئة المحلفين ازداد الأمر تعقيداً وتعقيداً أكتر، ولكن الأمور اتسيطر عليها بسرعة. ليونيل جيفري اللي هو أبو جيفري ومراته التانية كانوا حاضرين الجلسات دي. في الأول جيفري قال إن هو مش مذنب في كل التهم، مع إنه كان معترف بكل شيء في التحقيقات، وبعدين غير الكلام بتاعه وقال إن هو مذنب بس بسبب الجنون اللي هو فيه. هو كان بيحاول يثبت إن هو مجنون وقت ارتكابه للجرائم. محامي الدفاع ابتدى إن هو يحكي التفاصيل البشعة عن اللي جيفري عمله كدليل على إنه أكيد مجنون، لأن مفيش إنسان عاقل ممكن يعمل كده. ولكن هيئة المحلفين في الحالة دي صدقت النيابة اللي قالت إن جيفري كان عارف كويس جدا هو بيعمل إيه، وإن اللي عمله كان شر واضح وهو اختار يعمله بكامل وعيه. في يوم 15 فبراير 1992 وبعد حوالي 10 ساعات من المداولة رجعوا عليه بحكم إن هو مذنب وعاقل في كل التهم اللي ارتكبها. جيفري اتحكم عليه ب15 مؤبد ورا بعض، وزادوا بعد كده واحد تاني ليصبح العدد الإجمالي 16 مؤبد. وبرغم كل ده اتقال إن جيفري اتأقلم كويس جدا على الحياة في السجن، وده كان في مؤسسة كولومبيا الإصلاحية في السجن الموجود في ويسكنسن. في بداية جيفري في السجن هو كان منعزل عن باقي المساجين، ولكن بعدين هو بنفسه أقنع الإدارة إن هو يندمج مع المساجين للفترة المتبقية من الحبس بتاعه. ابتدى جيفري يهتم بالجانب الديني في حياته بعد ما أبوه ابتدى يبعت له كتب وصور دينية، واتسمح لجيفري إن هو يتعمد على يد السيس محلي جوه السجن. جيفري اتقتل يوم 28 نوفمبر 1994. جيفري اتقتل على يد أحد المساجين الموجودين معاه في السجن اسمه كريستوفر سكالفر. بما إن جيفري كان بيشارك في مشاغل السجن العادي، اتخصص إن هو يشتغل مع 2 مساجين برضو من السجن، وبرضو الاتنين كانوا مدانين في جرائم قتل، والمسجونين دول كانوا جيسي أندرسون وسكارفر. في يوم من الأيام اتسابوا ال3 لوحدهم إن هم يكملوا الشغل. الحراس لما رجعوا لقوا إن سكارفر قتل الاتنين التانيين بواسطة البار الحديد اللي أخده من صالة التدريب بتاعة الجيم بتاع السجن. جيفري مات بعد حوالي ساعة من الاعتداء عليه مباشرة. أندرسون اتوفى بعدها بحوالي كام يوم من الإصابات بتاعته. واحد من الحراس قال إن بعد الجريمة على طول سكارفر اعترف وقال إن الرب هو اللي أمرني إن أنا أعمل كده. في 2015 في لقاء صحفي مع سكارفر اعترف لنيويورك بوست هو ليه قتل جيفري دامر، وقال إن هو ما كانش قادر يستحمل الجرائم اللي جيفري عملها، وكمان كان متضايق جدا من عادة غريبة عنده إن هو كان بيعمل أشكال لأطراف بشرية مقطوعة من الأكل بتاع السجن عشان يستفز بيها المساجين. سكارفر قال إن بعد ما أندرسون وجيفري كانوا بيهزروا معاه بشكل مستفز أثناء الشغل، واجه جيفري باللي عمله والجرائم اللي ارتكبها على مدار حياته، وبعد كده اعتدى عليهم بالضرب هما الاتنين لحد ما ماتوا. كمان الحراس اتعمدوا إن هما يسيبوهم لوحدهم وكأنهم عارفين اللي هيحصل. كاثرين لاسي أم واحد من ضحايا جيفري، ابنها كان اسمه أوليفر لاسي، قالت إن موت جيفري ما خففش من ألمها. الوجع بقى أسوأ دلوقتي لأنه مش بيعاني زي ما هم بيعانوا دلوقتي. سنة 1996 وده كان بعد وفاة جيفري، مجموعة من رجال الأعمال في ميلوكي جمعوا أكتر من $400,000 عشان يشتروا الأدوات اللي هو استخدمها في الجرائم بتاعته وتخلصوا منها، زي المناشير والسكاكين والكلبشات والتلاجة اللي كان بيحط فيها أجزاء من أجسام الضحايا. بعدها جمعوا كل الأشياء دي ودمروها بسرعة عشان يبعدوا المدينة عن بشاعة اللي حصل، والميديا اللي كانت عاملة دوشة كبيرة جدا حوالين المحاكمة بتاعته. في أغسطس 2012 بعد حوالي 20 سنة من موته، اتقال إن بيت طفولة جيفري في مدينة باث، أوهايو، اللي ارتكب فيه أول جريمة قتل، وده كان سنة 1978، ودفن فيها بقايا الضحية. البيت ده كان معروض للبيع. مالك البيت الموسيقي كريس باتلر قال إن البيت ممكن يكون بيت جميل ومناسب جداً لأي حد لو قدر يتخطى عامل الرعب. بعد كده البيت اترفع من المبيعات اللي في السوق، ويعتقد إن هو لسه موجود تحت اسم باتلر لحد سنة 2022. في كتب كتيرة جداً اتكتبت عن جيفري دامر، زي كتاب قصة جيفري دامر كابوس أمريكي سنة 1971 من تأليف دونالد إيه ديفيز، وكتاب مزار جيفري دامر سنة 1993 وده اللي كان من تأليف براين ماسترز. جيفري اتجسد شخصيته في فيلم دامر سنة 2002 واللي قام بدوره الممثل جيرمي رينر، وكان الممثل بروس دافيسون بيلعب دور أبو جيفري. وفي كمان فيلم ماي فريند دامر بمعنى صاحبي جيفري، وده اللي نزل بالتحديد سنة 2017 واللي قام فيه بدور جيفري كان روس لينش، وكان مبني على رواية مصورة كتبها صاحب جيفري نفسه اللي هو رسام الكوميكس جون ديرف.
وفي سنة 2012 اتعرض وثائقي عن قصة حياة جيفري دامر اسمه جيفري دامرز فايلز. كان في مشاهد تمثيلية مختلفة عن حياة جيفري، واتجسد فيها جيفري دامرز عن طريق الممثل أندرو سوانت، ومعاها لقاءات حقيقية لناس لها علاقة بالقضية بتاعت جيفري دامر. وبعد كده اتعمل أفلام وثائقية عنه كتير. في سبتمبر 2022 نتفليكس منزلت مسلسل عنه مكون من 10 حلقات اسمه جيفري دامر مونستر ستوري، قصة وحش. المسلسل ده كان من إنتاج رايان ميرفي، وده نفس اللي كان عمل أمريكان هورر ستوري. المسلسل كان بيركز على اللحظات اللي كان ممكن يتمسك فيها جيفري، ولكن الشرطة فشلت بسبب الإهمال، وده اللي خلاه يكمل في جرايمه أكتر وأكتر. في 18 سبتمبر 2023 نزل مسلسل وثائقي مكون من 4 حلقات، وده كان موجود على فوكس نيشن، اسمه ابني جيفري، وده كان عن تسجيلات عائلة جيفري نفسه. موجود فيه تسجيلات صوتية أول مرة تتعرض، من بينها مكالمات تليفونية ما بين جيفري وأبوه وهو موجود في السجن. من ضمن التسجيلات دي جيفري كان بيقول: أنا كنت غرقان في اللي أنا بعمله، وكنت حاسس إني هفضل كده بقية حياتي. في تسجيلات تانية أبوه بيسأله: أنت جربت تصلي؟ فرد عليه قال له: لأ، لأني ما ببقاش مرتاح وأنا بصلي. قصة جيفري دامر النهاردة مش مجرد قصة قتل، دي قصة عن إن الوحش ممكن يعيش وسطنا لابس وش بني آدم ويبتسم في وشك ويتكلم عادي، لكن جواه في حاجات تانية: ظلام، مرض، حاجة سودة بتاكل فيه وبتدفعه يعمل اللي محدش يتخيله. جيفري كان ساكن في شقة في وسط ناس، بيعدي من جنبهم، بيشتري من نفس المحلات، بيسلم عليهم، بيتكلم معاهم، بيتواصل معاهم، ومع كده بيخزن جماجم جوه التلاجة وبيعيش وسط الجثث. ازاي وصل للي وصل له؟ هل هو كان شيطان؟ هل مريض؟ هل المجتمع هو المسؤول ولا التربية؟ كل دي أسئلة مفتوحة، بس الأكيد إن في علامات بتظهر، بس لما بنتجاهلها بندي فرصة للكوابيس إنها تبقى واقع. لو حسيت في يوم إنك شايف حد غريب، ممكن ساكت زيادة، نظراته فيها شيء، ما تستهونش، لأن ممكن يكون جوه الشخص ده قصة مرعبة بس لسه ما بدأتش. دايما خلي بالك من اللي حواليك، وما تثقش في أي حد بس لمجرد إن هو شكله طيب، لأن مش كل وش بريء معناها قلبه طيب. دي كانت حلقة النهاردة من كريمنال بالعربي عن جيفري دامر. تقدر تشوف الحلقة اللي فاتت عن تيد باندي وعن قصص كتيرة جدا جدا وعن ضحايا كتيرة هو قتلهم في أمريكا في فترة السبعينات. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى أن أنت تكون عملت لايك وسبسكرايب وشجعنا في الكومنت لو عندك أي رأي تاني. شكرا لكم.